السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس واختاروا الكل عشان يوصلك كل ما هو جديد، وانزلوا تحت في التعليقات صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الشقة اللي متروقة امبارح وتهدحنا في شيل السجاد وحطوا ورزعوا والعرش والسقف كده عملناه والمراوح ومش عارفه ايه. طبعا طول ما في مدارس وفي اطفال ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، والله يعني هما يجي يلعبوا شويه مش مشكله عادي. امال هم هيعملوا ايه؟ هم اتخلقوا عشان اطفال لهم حريه اللعب ومش عارفه ايه، يذاكروا شويه يلعبوا شويه. على قد ببقى زعلانه عشان بيبهدلوها، بس بقول ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. من غيرهم كانت الشقة ملهاش حس، والحمد لله ربنا يبارك لنا فيهم يا رب. صحينا صلينا فجرنا صحتهم ومش عارفة ايه، شغلنا شوية القرآن. هادخل بقى دلوقتي. رحنا طبعا جبنا منظفاتنا بتاعة الشهر ومش عارفة ايه، لسه جاية اتأخرنا شوية بس مش مشكلة. حاجة بتنجز وحاجة بتتنيها معايا والحمد لله. هدخل بقى اوريكم مع طبعا امبارح روقت الشقة، وطبعا بقول لكم انا بفصل خالص من العيال، بودي حسين واجيبه ومش عارفه ايه والكلام كده. فطبعا هدخل بقى اروق الشقه. شايفين الشخابيط اللي على الحيطه؟ يلا لما يكبروا ان شاء الله وربنا يبارك فيهم ويخليهم لنا يا رب، هنخليهم كده هم اللي يساعدونا وهم اللي يمسحوها. ندخل بقى على الايه، على المطبخ. الانتريه ده ممنوع يتلعب فيه، ممنوع اللعب ليه في الانتريه. وانا غطينا بقى المروحه عشان طبعا لو جالنا ضيف مفاجئ يدخل يلاقي الحاجه نضيفه. والله ساعات بيبقى عاملين الترابيزه هنا يعني كتب والحاجه بتاعتهم، اقول يا بنت لو حد جه وهو لسه على السلم بدخل اشيل اي حاجه من حاجتهم، واقول مش مشكله ربنا يبارك فيهم ويخليهم يلعبوا. مش عارفه انا الفيديو بيقف ليه يعني، وهم واقفين معايا كده بنقعد نروق مع بعض، نفرش السرير. الهدوم بقى تتحط على الشماعات. ندخل بقى على المطبخ. مطبخنا هنروق بقى ونرش مزيل دهون. للأسف وانا بجيب المنظفات ملقتش، فعندي حبة كده في الإزازة هرشها واعملها. الحوض بتاعنا يعني كل ده طبعا في فترات اللي هما اللي بيتغدى واللي بيكون عليه درس بالتاني الثانية والله على الترابيزة لغاية ما ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ياكلوا، والحاجات تشال بالليل وتتحط في الحوض كده. يعني كنت عامل بسبوسة امبارح، بس طبعا من الهدة وكده والوجع الظهر خلاص فصلت. حتى كنت مجهزة حاجات عشان الشربات ومش عارفه ايه. كان عندنا مولودة ربنا يبارك فيها ويحفظها، العقيقة بتاعتها ربنا يحميها لباباها ويحفظها. وأول فرحته بقى يعني بتبقى فرحة جميلة كده زي روجي. يعني روجي أول ما جاتني ما شاء الله ربنا يبارك فيها على 4 سنين. بعد 4 سنين كده بستها من رجلها يعني، ربنا يبارك فيها ويهديها وكبرت بقى وغلبتنا. وربنا يحفظها هي وحسين ويحفظ أولادنا جميعا ويبارك للمولودة ويحفظها يا رب. ونرجع بقى لحضنا ونحط الحاجات دي في المطبخ ونروق. يلا بينا. بس طبعا عشان دي لحمة ضاني هنحط لها الأول يعني شوية ملح وليمونة وشوية طحينة كده عشان ايه، ضاني بيبقى ليه ريحة. الطحينة لا يا منى، الطحينة انا بستعملها في اي حاجة فيها زفارة، ما بتخليش للحاجة ريحة. الخل بيزود الزفارة. انا حطيت ملح وليمونة عصرتها، والطحينة هحط عليها مية بقى وروق مطبخنا ونعمل بقى اللي ورانا. خلصنا الحوض، مستنية بس عشان البلاعة تشفط المية دي وارش عليها خل عشان ايه شكله مش عاجبني. رشة مزيل الدهون يعني كل ده هينزل بقى. كل ما افتكر ان انا اغسل حوامل يعني من الدروس والجري وراهم وخناقهم طول اليوم، يعني ايه الواحد خلاص بيجي يشطب. فان شاء الله لا اما نعمله لا اما نسيبه بقى في الاجازة الصيفية ان شاء الله. رشيت عليه خل كده. بوتاجاز مش الاجازة الصيفية يا جماعة، الاجازة اللي هي ما بين الترمين. ان شاء الله هعمله بقى بالسلكة ديت. انا ركنت السلكة الاستانلس، السلكة دي بتنضف البوتاجاز والحوض وكل حاجة. شلت الحصيرة، بيبقى فيه فرشة لها كده عاملة زي السجادة، اكتبولي اسمها ايه عشان عاوزة اجيبها. هي موكيت جلد كده
عاوزة اجيبها تستحمل المية بقى والهرس وكل ده. عاوزة اعمل المطبخ ان شاء الله نظام جديد، ربنا يعيننا يا رب. يعني انا بحاول كل فترة الحاجة اللي ناقصاني بعملها، الحمد لله ربنا يرزقنا، الله المستعان يا رب. يلا نعمل بقى رشاد خل هنعمله بالسلكة. عملت اهوت وغسلت وعملته بقماشة كده، مرة مبلولة ودلوقتي قماشة ناشفة، وهنعمله بقى. رصنا بقى الحوامل بتاعتنا، هي الحوامل اللي عاوزة تتغسل ان شاء الله، والعيون كده نجيب لها المزيل ونظبطه، وهنجيب لها يعني خلطة حلوة هتبقى معانا اكيد واحنا بنعملها. والحوض بقى غسلته، وعملت حتة اللحمة كده غسلتها كذا مرة بالمية، وهنعمل بقى بصلاية. يلا نشوحها. حطت لها هنا شوية زيت كده حلوين محترمين. لحمة الجديان او اللحمة الضاني بعملها بالزيت، بشوحها كده وبعد كده بحط عليها البصل. مثلا هنا بدل ما بيعملوا العصيكة بقى ورز وكده، لا، كل دار ياخد حاجته ويعمل لولاده في اي وقت اللي هم عاوزينه. هشوحها وبعد كده اخرط عليها البصلايه، ونحط فلفل اسمر وقرفه طبعا وحبهان ولورا، والميه السخنه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. عاوزه اقول لكم ان هي ما شاء الله ملهاش ريحه بقى، ولا تقولوا من زفره ولا ريحه ضاني ولا الكلام ده، والله العظيم يعني ما فيهاش اي حاجه خالص. حطيت لها بقى القرفه، وحطيت لها فلفل اسمر. هقطع البصلايه واروح اجيب طماطمتين. قطعت طماطمتين وقطعت البصلايه وحطيت اللورة وحطيت الحبهان وحطيت شويه كزبره وشويه سكر وفلفل اسمر، طبعا كنا حاطينه مقلبينه. بصراحه ريحتها تحفه، مش ريحه زفاره، ريحه اللحمه والله جميله. طبعا انا كنت غسلها بطحينه وملح ومفيش خل وليمون سوري. هنحط عليها بقى الميه السخنه ونغطي عليها ونقطع، عشان منفضين جبنا كده باكو بسكوت ننسنسه كده واحنا واقفين. وطبعا قطعته عشان مش هقعد بقى، يعني انا وانا مستعجله جبت الكوسه كده هقطعها، مش هعملها في صينيه، هعملها في الحله ان شاء الله. هنعمل الطماطم الاول في الخلاط عشان احنا خايفين كل ما اكلم حد يقول النور بيقطع عندنا، ربنا يسترها يا رب. وهنا طبعا قطعتها كده نصين عشان القيمة الغذائية بتاعتها، وعشان هم اطفال يعرفوا يمسكوها. هروح اجيب بقى بصلاية وعملنا ضربنا الطماطم الحمد لله قبل ما النور يقطع. وهنا قطعت بصلاية سايبين القشر بقى في شنطة كده عشان ناخد قشر الثوم. هنحط البصلاية على النار كده وتتشوح على ما اقشر 3 فصوص ثوم واحطها في البصل. قشرناهم اهم، هنقطعهم ونحطهم بقى مع البصل كده يتشوحوا مع بعض، ونشيل ده بقى نحطه في الباسكت. وهنا البصلة خلاص هنزل بقى بعصير الطماطم وكل حاجة مخلصاها كده عشان يبقى على طول. هروح انقي الرز بتاعنا بقى في البلكونة. طبعا كنا مروقين الشقة امبارح، مش عاوزة ابهدلها النهاردة. حطيت بقى عصير الطماطم، حطيت الكزبرة ناشفة، بابريكا، وحطيت معلقة السكر اللي انا ما بستغناش عنها في اي طبيخ عشان الحموضة. الحمد لله. طبعا التوابل كانت خلصانة عندي سوري، الواحد بينسى من كتر والله العظيم ما الواحد باله مشغول، الحمد لله ربنا يعيننا يا رب. كانت خلصانة، فانا بقول لكم كل ما يكون معايا قرش بجيب الحاجة اللي ناقصة في البيت، الحمد لله ربنا يعيننا ويرزقنا، والدنيا بتمشي بستر ربنا وفضله. هسيبها بقى واروح انقي شوية الرز. نبقى نيجي نحط الكوسة، طبعا صفتها من مية اهيت، صفتها خالص من مية. هبقى اجي بقى احطها على ما ننقي الرز. نبص على اللحمة بتاعتنا ما شاء الله ما عملتش ريم والله خالص. نروح بقى ننقي الحاجة بتاعتنا. يا دوب والله لسه بس بعير الرز لقيت التسبيكة ما شاء الله. هننزل فيها بقى الكوسة واغطي عليها. غسلنا الرز اهوت وحطيت له شوية مية كده على ما سخن، على ما احمر الشعرية ان شاء الله. وهنا طبعا حطيت السمنة والزيت ونزلت بالشعرية كده مستعجلين عشان حسين المفروض اروح اجيبه كمان شوية
لدرجة ان انا وانا بجري يعني بمشي بسرعة كده كنت هدخل في الحيطة بتاعة المطبخ. صفات المية من الرز بقى عشان ابقى احطها بعد ما الشعرية تصفر ان شاء الله. ما شاء الله الشعرية استوت، اتحمرت خالص اهي تصفيري صفرة زي شفتوا انتوا الغلة اللي لما بتنشف في الارض ما شاء الله وريحتها طالعة جميلة. هصفي بقى الزيت ده والسمنة ده كده واقوم حاطة الرز والملح والمية السخنة ونغطي عليه. نزلنا عليه بقى بالمية السخنة وعلينا عليه طول ما المعلقة الخشب كده واقفة تعرفي ان المية بتاعته مظبوطة. غطينا كده الحلة والكوسة زودتها مية واللحمة شلتها عشان عاوزة العين الكبيرة عشان تسوي الرز. كنت مخلصة الحوض ومصفية الحاجة ودلوقتي بملى الكولمن بقى عشان العيال وجرودي. الرز بتاعنا وطيت عليه شوية هو شرب المية بتاعته وكده يبقى غدانا بفضل الله. اللحمة والرز والكوسة بفضل الله لسه هحط لها الملح والكمون بتاعها وجنبها حبة مخلل على خيار اخضر. الحمد لله وبتمشي والله بتعدي بستر ربنا وفضله. وبقى ننقلها على العين الصغيرة لما تشرب المية بتاعتها ولما تستوي نطفي عليها ونطلع نبص على طيورنا قبل ما اروح اجيب سحس. والحمد لله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ لنا اولادنا وبارك فيهم يا رب وابعد عنهم اي شر واي سوء. ربنا يستر بيوتنا ويحفظها ويا رب يكون مع اخواتنا في غزة وادعولنا دعوة حلوة ولكم بيها بالمثل. والجماعة يا جماعة اللي هي الغل مالي قلوبهم ليه والله العظيم انا الحمد لله ما بعملش حاجة وحشة لحد ولا في نية اي حاجة وحشة لحد. لما بزعل من حد باخد جنب منه وبقول ربنا فوضت امر ليك يعني انا فوضت امر ربنا ياخد حق منه. الحمد لله يعني القناة لسه ما اشتغلتش عشان ان هي تقبض ومش عارفه ايه والكلام ده. انا بعمل في شقتي معايا بجيب ما معيش ما بجيبش ما يلزمنيش ومعودة عيالي على كده. روجي لما تيجي تقول لي انا عاوزة حاجة اقول لها مثلا لو معايا بجيبها لها مش معايا مش وقتها يعني. بحط مثلا جايبة حصالة بعمل الفلوس بجنب لو معايا بحط فيها ما معيش خلاص بلاش النهاردة وقت تاني وبتمشي. يعني الحمد لله انا بقول مش كل الحياة عسر ولا كل الحياة يسر ولا جنة بس ولا نار بس. يعني ربنا خلق الجنة وخلق النار خلق الملح وخلق السكر خلق يعني سبحان الله ان بعد العسر يسر. ربنا عمل مش كل يوم حلو ومش كل يوم وحش يوم كده ويوم كده. انا الحمد لله معترفة بكده. ساعات بيجيلي ايام ببقى مخنوقة مش ايام والله يعني في ساعات كده بتجيلي يا رب فكها من عندك يا رب دبر اموري يا رب. والحمد لله والله العظيم ربنا بيفرجها. ربنا ما بينيمش حد جعان فدايما اقول له يا رب استر بيوتنا عشان خاطر ولادي مشيها بسترك يا رب. والحمد لله والله العظيم يعني ربنا يبارك في ولادي ويحفظهم. اللي بتقولي بقى انت ما عندكيش ما فيش حد خلف اللي انت انا ربنا يبارك لي فيهم وشفتهم بعد وقت وبعد يعني تعب. تعبت على ما ربنا بس ما بارك لي ما جاب لي روشي كده ربنا يبارك لي فيها. وبعدها بكام سنة ربنا رضاني بحسين وبعدها بفترة الحمد لله ربنا اداني حرية في الجنة من الجنة كده والحمد لله ربنا تولاها. ربنا يرحمنا بها مش ربنا يرحمنا لان هي يعني كتكوتة ما عملش اي حاجة. ربنا يرحمنا بها دايما بدعي لنفسي بها. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. ما تنسوناش بدعواتكم الجميلة وليكم بالمثل. من دعا دعوة حلوة بالمثل من دعا دعوة خير بالمثل ومن دعا دعوة شر بالمثل يا رب اللهم امين. ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس واختاروا الكل عشان يوصل لك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.